يانا يا عظمي، يانا يا جسمي، يانا. كان ليا فين ما انا كنت قاعدة في بيت ابويا متهنية وبراحتي، اكل براحتي واعمل اللي انا عايزاه واروح براحتي واخرج براحتي وادخل براحتي. كان مالي ومال الجواز، كان مالي ومال الجواز والعيال والمسؤولية. انا كان مالي. يا جسمي انا. من الطبخ للغسيل للمواعين للعيال وزنهم، ده غير مطالب اللي ينشك في قلبه اللي اسمه جوزي. طب ودي اللي انا مطينة عيشته. ماما انا جعانة يا ماما، جعانة. انت؟ انا مش لسه مأكلاكم، انتي واخواتك. جعانة ايه؟ يعني انا ملحقتش ارتاح، ملحقتش. يانا. امال فين غير اخواتك الباقيين؟ هما فين؟ ماما انا عايزة اللعبة يا ماما، انا عايزة اللعبة. بنتي خدت مني اللعبة يا ماما، لعبة ايه اللي خدتها؟ لعبة ايه؟ خدت مني العروسة يا ماما، العروسة اللي بتقول ماما. انتي خدتي العروسة من اختك؟ ردي يا اللي تنشق في قلبك، يا اللي مطلعة عيني، ردي. انتي خدتي العروسة من اختك؟ ابدا يا ماما، ابدا ما حصلش. عروسة ايه؟ انا خدت منك عروسة؟ هي ممكن يكون اخونا الصغير هو اللي خدها، ممكن يكون نازل هو اللي خدها. لا، انت اللي خدتيها مني وحطيتيها تحت السرير بتاعك، وانا مش بعرف انزل تحت السرير بتاعك. ابدا يا ماما، لا خالص. انا خبيتها علشان لازم كان عايز ياخدها يكسرها منها. هي فهمت غلط، هي تحت السرير فعلا. بس انا كنت بدريها من مثل لانه كان هياخدها يكسرها، وانت عارفه مازن اخويا بيحب يكسر في الحاجه. خلاص حصل خير. روحي هاتيها لاختك من تحت السرير، روحي هاتي العروسه لاختك من تحت السرير لغايه لما اشوف انا هعمل ايه. الواد صحي، اخوكوا صحي. يا انا ما لحقتش انام. كنت عايز تاكلي وانتي اختي كنت عايزه العروسه، ما لحقتش انام. ماما انا جعانه يا ماما، انا جعانه قوي. وانا كمان يا ماما جعانه، قوي يا ماما، انا عايزه اكل. اروح فين ولا فين؟ اكل دي ولا اكل دي ولا اجيب لي دي العروسه ولا اروح ارد على الواد؟ اعمل ايه؟ لا، انا لازم اشوف صرفه في الراجل ده، لازم اشوف صرفه فيه، هيطلقني. لا، انا مش عجباني العيشه دي، انا مش مبسوطه. يا ماما انا كمان جعانه. انت يا منيل، قوم اصحى ساعدني في الغلب اللي انا فيه. قوم تعالى اكل دي رد على ده. تعالى. انا مالي؟ هو انا متاخده هنا ايه؟ هو انا عبده هنا ولا جاريه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت زي الفل، انا كنت شمعة منوره. انا ايه اللي جابني هنا؟ ماشي هروح اشوف الواد وهفضله الراجل ده، هفضله. بس يا حبيبي، انا هنا موجوده خلاص اهو. يلا نام بقى، خلينا افضل ابوك. ما نشوف اخرتها معاه. نام. قوم اصحى يا منيل، قوم اصحى. لازم اشوف صرفة معاك.
انت تقوم تطلقني دلوقتي حالا، تقوم تطلقني دلوقتي حالا. ايه انا نايم. طبعا ما انت نايم ولا على بالك. هو انت همك الجارية اللي اهلك اشتروها لك؟ هو ايه؟ هو انا وسيلة حرب هنا؟ هو انا وسيلة حرب هنا؟ انا ما كنتش كده، لا انا ما كنتش عامله هحسبها على كده. هو انا مكتوب على عقد الجواز 3 عيال وابوهم؟ لا انا مش مكتوب في عقد الجواز كده، كان مكتوب زوجتك موكلتي على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. هات لي كلمة العيال في الموضوع، هات لي كلمة الغسيل وغسيل المواعين وكل البلاوي اللي انا فيها في عقد الجواز. يا كده يبقى العقد لا ونلغي بقى وكفايه كده. هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ انا كنت نايمه، انا ما عملتش حاجه. انا لسه جاي من الشغل وقلت اريح شويه بعد الشغل. هو في ايه؟ اقولك في ايه؟ اقولك في 3 عيال بره، عيل مفعوص ما كملش سنة لسه بيرضع مطلع عين اللي جابوني ومش بيبني، وعندك مفعوصتين الاتنين مش بيشدوا في شعر بعض وبيضربوا في بعض وبيساووا في لعب بعض وكل شوية عايزين ياكلوا. قوم شوف عيالك وشوف طلباتهم وسيبوني انا، حرروني من العبودية والاسر اللي انا فيه. هي دي الموضوع. عرفت الموضوع يا اخويا؟ لا اله الا الله. هي ولية ما هم عيالك زي ما هم عيالي. وبعدين انا برضع؟ انا ما اعرفش ارضع، انا ما اعرفش اغير للبيبي، انا ما اعرفش، متعلمتش حاجه زي كده. وبعدين مش مسؤوليتي اساسا، دي مسؤوليتك انت. الله. والعيال الصغيرين بيشدوا في شعر بعض وبياخدوا لعب بعض، ادي كل واحد فيهم لعبه. هو في ايه؟ مش عارفه تقسم بينهم الالعاب؟ اللي عايز لعبه ياخدها، عايزانا نجيب لعبة شبهها نجيب لعبة شبهها وكل واحدة فيهم نجيب له لعبة. وما تصدعنيش انا مش فايق، انا بيطلع عين اهلي في الشغل برضه. هو انت بتروحي الشغل وبتتمرمطي زي ما بتمرمط؟ ده انا كفايه عليا رسالة المدير بتاعي، ده بيطلع عين امي، ده ما هوش حد غيري في الشغل يترازل عليه، ده الشغل كله على دماغي في الشغل. يعني المفروض ان انا اعمل ايه؟ اجي ارتاح شويه، هعمل ايه يعني؟ هروح فين؟ ولا اشتغل بره واشتغل جوه؟ وبعدين في ايه؟ انت بالك مره واحده كده قمتي؟ اهدي يا حبيبتي شويه، اهدي، الحياه مش مستاهله، الحياه ابسط من كده يا حبيبتي. خدي الحياه دي يا حبيبي، خدها، انا مش عايزاها، خد حياتي انا مش عايزاها. انا عايزه ارجع لحياتي قبل جواز. انا مبسوطه كده، ابقى مبسوطه كده، ابقى قاعده براحتي، اكل براحتي واقعد براحتي وانام براحتي، مش قاعده في ثلاثه متعلقين فيا. انا مالي انا. الله، هتطلقني. اهدي بس يا حبيبتي، مش كده يعني هتقدر تستغني عني يا حبيبتي؟ ده احنا الحب كله والشوق كله، يعني احنا يعني قصة حب ولا روميو وجولييت في زمانهم. ليه يا حبيبتي كده؟ ليه نضيع عش الحب وندمره؟ ليه يا حبيبتي؟ ده حتى الحياة بينا احلى حاجة. الله، ده انا في حياتي ما كنت احلم بواحدة احلى منك ولا اجمل منك ولا اطعم منك ولا اطيب منك، ولا واحدة تستحملني وتحبني زي ما انت بتحبيني يا حبيبتي. ايوه، انت خدني انت في دوكا بكلامك الحلو ده، وطلع عيني انا بالعيال. يا ستي ولا يهمك، هشيل عنك انا العيال. يا لهوي، بقولك ايه، ما تروحي تعملنا صينية بسبوسة زيك كده عسل نحل فيها زي ما انت محلية ايام، ولا خسارة فيا؟ بجد يا حبيبي انا محلية ايامك، بس اصل انا اتبهدلت كده والعيال بهدلوني ومبقتش مهتمية ولا بشعري ولا حتى بقيت احط ميك اب ولا حتى بلبس اللبس اللي كنت بلبسه زمان ولا كنت مهتم بشياكتي، يعني بقيت برضو بعجبك يا حبيبي. يا نهار ابيض، انت بتسألي السؤال ده؟ ده انت كل حاجة حلوة في حياتي، هو انا من غيرك اعرف اعيش اصلا؟ ده انت اللي ليا. انا عارف ان حياتنا بقت صعبة شوية عشان مسؤوليتنا زادت، ما هو 3 عيال مش شوية برضه، وبعدين انت لسه قايلة 3 عيال مفايس. على رأيك مفايس. بس عسل. بذمتك انت لما بتشوفهم بيلعبوا مش بتبقى مبسوطة وهم فرحانين كده ويلعبوا؟
ولما بياكلوا وعايزين ياكلوا مش بتعملوا من الاكل كده تبقى مبسوطه؟ انت بس مشكلتك ان انت مخنوقه حبتين. معلش، لما تكوني مخنوقه يا حبيبتي قوليلي وانا اشيلهم عنك. انت عايزه ايه؟ قوليلي طلباتك دلوقتي، اموري يا ست الستات. طلباتي تاخد بالك من العيال شويه لغايه لما اروح اخد شاور كده واروق على نفسي والبس كده لبس حلو وطقم حلو كده واعمل لك البسبوسه والعشاء والمره عش العيال المفايص. ومالي يا حبيبتي، روحي خدي شاور واتدلعي يا لوزة ولا يهمك يا حبيبتي، وانا اشيل العيال. بس خدي بالك البسبوسة تخليها مقرمشة كده من الطرف عشان انا بحبها مقرمشة يا مقرمشة. ماشي عينيا يا حبيبي، حاضر. وانا كمان يا ماما. حاضر يا حبايبي، يلا خلي بالك منهم لغاية لما اروح احضر الاكل واخد الشاور بتاعي. هنا يا حبيبتي، يلا روحي انت، يلا روحي انت شوفي هتعملي ايه. بابا انا كمان يا بابا. الحمد لله عدينا خناقة النهاردة وهنطلع كام صينية بسبوسة حلوة وعشوة حلوة. اقعدوا يا عيال، اقعدوا كده وربنا يهديكوا علشان شكلك كده طلقي على ايديكوا. اقعدوا وارسوا. ها، محدش فيكم يقرب لامكم النهارده، محدش فيكم يكلم امكم، مش طالبه خراب بيوت عشان اخرتكوا على ايدي هتكون شعلقه على الحيط. ها، وافتكروا الموضوع ده، عارفين التعليقات بتاعت الحيط هعرفها لكم. شطار انتوا كده حبايبي، حبايبي حلوين قوي. اقعدوا شطار كده وساكتين وسيبولي انا الليلة دي اتعامل فيها برزانة عشان امكم لما بتكون في الحالة دي عادة جدا انها ترسى على طلاق ويتخرب بيتي بسبب غبائكم. ما انتوا هتجيبوه منين؟ ما انتوا عيالي. والله كتر خيره المدير بتاعي، انا مستحمله عشان راجل كبارة كده ونصايحه تتوزن بالذهب الصراحة. قال لي هتلاقي مراتك في وقت من الاوقات كده مشعوطة والنار قايدة والغضب على اخره، خد انت حقنة حمار. حقنة الحمار دي هتخليك تتعامل بدبلوماسية مع مراتك وتنسى انها بتزعقلك، وكلمتين حلوين يعدوا اليوم. بس ازاي عارف ان الستات مخهم ضيق للدرجة دي؟ انا متخيلتش ان انا لما هعمل معاها النصيحة دي هتيجي كده لدرجة انها هتعمل لي صينية البسبوسة اللي انا طلبتها. هي اصلا بتشتكي من الشغل تقوم تعمل لي مخصوص صينية بسبوسة. يعني اللي قال انه صعب حد يفهم الستات ده عبقري، والله عبقري. ما يتفهموش. هو كل شيء عند رغبتهم متاح، ان شاء الله يكون هد جبل وبناء من جديد. لكن في حالة الغضب والعصبية وانها تكون متضايقة وزهقانة ومش عايزة تعمل حاجة، والله لو طلبت منها تشيل ريشة في ايديها هتقولك تقيلة. يلا هو العيال كمان سكتوا، ده انا كده هدا شوية عشان اعرف انا بعمل ايه هنا، عشان هي طبعا صحتني من النوم. انا مش عارف اعمل ايه في حياتي انا كمان، والله انا كان مالي ومال الجواز انا كمان. ايه ده؟ اعدل ايه، انت هتعمل زيها؟ طب هي ست انما انت راجل تتحمل. رزلت الشغل ورزلت البيت ورزلت العيال، المرارة ملهاش قطع خيار يا جدعان. يلا زي ما تيجي بقى.